هو ربنا خلقنا ليه؟ وايه هو الهدف من الخلق ده؟ وليه خلقنا مع كمية التناقضات الكبيرة اللي موجودة في الدنيا دي؟ وهو عارف ان هيبقى فيه ظلم في البشرية وقتل وتدمير. ما تنكرش اللي انت سألت السؤال ده لنفسك كتير، بس خفت تقع في الشرك او خفت تكرر على نفسك السؤال تاني لنفس السبب. لكن انا سألته بدالك، وان شاء الله اسأل الله التوفيق ان انا اجاوبك بشمول الدين والعلم. بس في زرار تحت كده مكتوب عليه اشتراك، بعد اذنك دوس عليه لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش اللايك والشير. ويلا نقول. لو بتسأل عن سبب الوجود، فالله سبحانه وتعالى مجاوب في كتابه الكريم بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودي الحكمة الأولى وهي الحكمة الشرعية. لكن في حكمة تانية قدرية كونية، ودي لظهور قدرته وحكمته وإرادته ورحمته وسخطه وغضبه. وغير كده من صفاته سبحانه وتعالى التي تتجلى في خلق الجن والإنس على الحال اللي هم عليه من العقل والشهوة. فربنا خلق المخلوقات على 3 أنواع: صنف ليهم عقل لكن ملهمش شهوة زي الملائكة، صنف ليهم شهوة لكن ملهمش عقل زي البهايم، وصنف ليهم عقل وليهم شهوة زي الجن والإنس. فاللي فيهم هيغلب عقله على شهوته هيكسب، لكن اللي هيغلب شهوته عقله هيبقى أدنى من البهايم، علشان البهايم ما عندهاش عقل يحجزها عن الشهوة. راجع سورة الأعراف آية 179، ربنا شبههم إن هم ليهم قلوب لا يفقهون بها، وليهم عين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل كمان. ولو تدبرت في كتاب الله هتعرف إن الله سبحانه وتعالى حب الإنسان وكرمه وشرفه. فما فيش تشريف أكتر من كده إن الله سبحانه وتعالى يجعل من في السماوات كلها يسجدوا المخلوق خلقه بإيديه ويسجدوا ليه سجود تكريم. وما فيش تكريم أكتر من إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ونفخت فيه من روحي. والروح هي مخلوق شريف الله سبحانه وتعالى نسبها لنفسه تشريفا وتكريما، واقرنها برضو بالجسد الشريف فكان الانسان. وبناء عليه يا اما تكون النفس فاجره يا نقيه. قال ابن القيم رحمه الله عليه: وباجماع الروح مع البدن تصير النفس يا اما فاجره يا اما نقيه، والا الروح بدون البدن فلا فجور لها. ينقلنا في الموضوع دوت سؤال مهم تاني: هو ليه ربنا خلقنا مع كميه التناقضات والظلم ده كله؟ كلنا متابعين اللي بيحصل في فلسطين، الاطفال بتموت وبتتشال قطع، وطفل تاني ربنا بيبعت له فيروس فبينهي له حياته، وفي الاخر تقول ليه يا رب هو صغير ده ذنبه ايه بس؟ صح؟ مش هو ده اللي بيتقال؟ حتى لو ما قلتهاش في العلن فانت بتقولها جواك. طيب تعال نكمل البحث بتاعنا ونشوف هنفهم ايه. الحقيقه اللي احنا لما نيجي نفكر في الاسئله ديت هنلاقي ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان ومعاه جيش من الاعداء. ومش الانسان بس، ده كل شيء خلقه ربنا موجود معاه الافه بتاعته. يعني خلق النبات وخلق الجراد، خلق الثمره وخلق العفن، خلق الاسنان وخلق سوس الاسنان، خلق المفاصل وخلق الروماتيزم، خلق الحديد وخلق صدأ الحديد، خلق الانسان وخلق معاه جيش من الاعداء بتتحالف عليه، صراصير، بكتيريا، فيروسات، حشرات، كل دول اعداء بيتحالفوا عليه. وربنا سبحانه وتعالى ما اخفاش الحقيقه ديت. قال تعالى: قد خلقنا الانسان في كبد. وكمان قال حتى على الانبياء المصطفين: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. اذا الكبد هو سنه كونيه بعد خلق ادم. حتى الله تعالى عند خروج ادم من الجنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اذا دوت بيأكد ان دي سنه كونيه من النشأه، وده مقصود. طيب السؤال هنا: ايه الحكمه من الظلم ده والعداوه دي؟ قال تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ودي أول حكمة، فهو اختبار معادن ما بين الحق والباطل. اللي هينجح في الامتحان هيبقى في الاختيار المظبوط والصح، واللي مش هينجح في الامتحان هيبقى مع الاختيار الغلط. تمام كده؟ زي ما يكون كده انت قاعد في الفصل بتاعك فيجيلك اختبار 3 زائد 5 كام، فلو ما عرفتش وجه الاستاذ يغششك فده ظلم اكيد لبقيه الطلبه اللي عارفين الاجابه معرفه مسبقه. فالدنيا هي دار اختبار، وده اختبار لمعادل الناس علشان يتقسموا في الاخره لمراتب ومنازل. واحد يجي يسال: هو ربنا مش عارفنا قبل ما يجي يخلقنا؟ هقول له: لا، هو ربنا عارفنا لكن احنا اللي مش عارفين نفسينا. فكان لازم الله سبحانه وتعالى يكشف للناس انفسهم ويبقى فيه ثواب ويبقى فيه عقاب. والحكمه الثانيه تأكدها الآية الثانية، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا دفع الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. يظهر جبار فيقوم ربنا خالق له مقابل ليه جبار تاني فيهزمه. يظهر هتلر يطلع له ستالين. ودي حكمتها واضحة علشان الجبارين ما ينفردوش بالعالم ويتحكموا في الإنسانية. الحقيقة مبدأ التناقض موجود منذ النشأة، وربنا أراده وصممه ودبره لاكتمال الفكرة، وعليها تظهر الحقيقة. وده قاله القرآن من 1400 سنة.
احنا بقى من 200 سنة بس سامعينها في الفلسفة. جورج هيجل اتكلم عن التناقض في الفكر والمنهج الجدلي، وان الفكرة بتثير نقيضها، والنقيض والفكرة يعملوا تركيب، والتركيب دوت يرجع يثير نقيضه تاني، وهلم جرى لحد ما نوصل للحقيقة. وده وضحه الدكتور عبد الفتاح إمام في كتابه المنهج الجدلي عند هيجل. وجه كارل ماركس على نفس المنهج وطبقه، وقال لك ان الجدل دوت ليه وظيفه في التاريخ والصراع القائم بين العبيد والاقطاعيين، وبهذا الصراع عجله التاريخ بتمشي. ويلا بقى نخلص على الطبقه البرجوازيه ونظريته الغريبه اللي احنا نضرب دول بدول ونعجل بنشأة الصراع لزيادة سرعة عجلة التاريخ، فنفهم الحقيقة ونعجل بيها. مش لسه هنكتشف وهنصبر. في الحقيقة ان الفرق كبير جدا ما بين المبدأ القرآني ومبدأ الفلاسفة. الفلاسفة لما جم يتكلموا عن نقطة التناقضات ديت اجتزأوها جدا، انما القرآن اتكلم عليها كسنة شاملة لتحقيق التوازن ما بين القوة وبعضها، علشان ما تضغيش كل قوة على التانية. فرق كبير جدا ما بين النظرة القرآنية ونظرة الفلاسفة، خاصة كارل ماركس في ظاهرة التناقضات. إنما طبعا المسألة ديت من 1400 سنة القرآن بيلفت الصراحة نظرنا ليها، وإن المسألة ما هي إلا تحقيق توازن. وعلشان نفهم المسألة ديت، مثلا الله خلق المادة والمادة المضادة، خلق البروتون وخلق الإلكترون علشان الشيء ونقيضه يوصلوا لشيء مادي اسمه الذرة. فالله خلق الصراع ما بين الخير والشر علشان نوصل للحقيقة، وفي نفس الوقت هو امتحان لمعادن الناس. ليس في مراد الله ان القوي يخلص على الضعيف. ونلاحظ ان من ضمن مخلوقات الله هي الفيروسات والبكتيريا، كائنات غاية في الضعف لكن ربنا حفظها، ومخلوقات ربنا اداها بسطة في الخلق برضو ربنا حفظها. ولا دول خلصوا على دول ولا دول خلصوا على دول. التوازن موجود والحياة موجودة ومحفوظة. خلينا بقى نفكر واحدة واحدة ونسأل نفسنا سؤال: هو ليه ربنا ما خلقناش خاليين من العيوب فمحدش يخش النار؟ خد بالك، الله سبحانه وتعالى خلق مخلوق ما عندهوش حرية الإرادة اللي تخليه يبقى عنده حرية الاختيار. المخلوق ده هو الملائكة، فالملائكة لا تعصي أي أمر إلهي، لكن البشر هم خلق أفضل من الملائكة. الله خلق الإنسان واداله حرية الاختيار ما بين الحق والباطل، ولو اخترت الحق هيبقى ليك منزلة في النهاية أعلى من الملائكة، ولو اخترت الباطل هيبقى ليك منزلة أقل بالتأكيد. وده ملوش دعوة إن الله يعرف كل شيء بشكل مسبق، وهو مش عيب في إرادة الله، حاشاه، لكن هو عيب فيك أنت لما اخترت إن أنت تحمل الأمانة، واللي قابت الجبال وكل شيء إن هو يحمله، وأنت بس اللي وافقت عليه إنك تبقى إنسان ليك إرادة في حرية الاختيار. والله قال عليك إنك ظلوم وجهول علشان فعلا الموضوع يخوف، وحضرتك كإنسان تحملت المسؤولية الكبيرة دي. السؤال هنا: خلق كريم زي الملائكة ما عندهمش إرادة حرة زيك كإنسان، وإنت كإنسان ليك حرية الاختيار وكمان خلق فيك حب الشهوات واتبعت الله سبحانه وتعالى، أنهي أحسن من وجهة نظرك، أنت ولا الملائكة؟ يجي واحد تاني يسألني يقول لي إن الله سبحانه وتعالى لو اداني فرصة تانية مش هختار ان انا اكون انسان ولا اكون ملك؟ امسك بقى في موضوع فرصة تانية ديت علشان هجاوبك بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقال تعالى في سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. وبكده نقفل السؤال بتاع الحلقة بتاعت النهاردة، وإن شاء الله نجاوب على أسئلة وجودية كتير الحلقات اللي جاية. تابعوني، والسلام عليكم.